السلام عليكم. المكتب الجامعي رسميا يقرر انه مش باش يستقيل. حاجة منتظرة من اشباه الرجال، حاجة منتظرة من ناس مازالت تحب تلهف، مازالت تحب تسرق، مازالت تحب تسمسر. حاجة منتظرة من ناس ما عندهم حتى مسؤولية. نعمل دورة في العالم ونذكركم شنو صار. المدرب الهولندي يستقيل بعد ما خسر في مباراة مع المنتخب المغربي بضربات الجزاء. تحب ولا تكره، خسرت ضربات الجزاء. كومان وما أدراك يستقيل. الاتحاد السعودي، رئيس الاتحاد السعودي يستقيل. هاو عربي كيفنا كيف، واضح. الفريق الكوري وقت اللي روح صارت احتجاجات كبيرة، وصار كونه حتى يمنع باش يمروا المدرب حتى بوجهه ما يراوش الشعب الكوري، احتراما للشعب الكوري. وفما تقصي وفما برشا حاجات باش تصير في الاتحاد الكوري. الأوروغواي خليوهم في أمريكا، قالوا لهم روحوا على ساقيكم. الجامعة التونسية لكرة قدم والوزارة يعينوا رضا الجدي في تحدي صارخ للبلاد وللشعب وللعباد. رسميا ما همش يستقيلوا، رسميا ما حشموش على رواحهم. احنا عنا نشرة يومية باش نقولوا وقتاش تستقيلوا. قالوا لنا ستوب اليوم. تجي الأخبار كونه فما اتصالات بين الوزارة والجامعة تأكد اللي هي باش تكمل تخدم عادي وتعطي برنامجها للمرحلة القادمة. عندنا جمعة واحدة نستناو، وفي الآخر يا ريتنا ما استنينا، يا ريتنا ما انتظرنا حاجات باهية للبلاد هذه. المنتخب الوطني التونسي، الأندية التونسية، الأصاغر، الأواسط، كل لكادي كل كارثة حتى نوصلوا للأكابر. والأزمة وراء الأزمة، وراي مش الأزمة الأولى هذه. راهم فرحوا بينا في كأس العرب، عملنا الفضح أمام فرق يعني يعني منتخبات تاكلها الحروب والزلازل والبراكين. خسرنا، روحنا من الدور الأولاني في مجموعة فيها 4 بفضيحة. خسرنا أمام سوريا وأمام فلسطين. مشينا بدلنا الجو في المغرب كيف كيف في الشتاء وخسرنا كيف كيف. وروحنا مع في دور مع منتخب المالي، شفتوا عملنا الفضح كيف كيف. كاس العالم هذيك عملنا الستاج الوحش في الفضايح. روحنا هاك شفتوا حتى حد ما يحرك ساكن، وحتى حد ما حب يحترمها ضربه هذا، حتى حد ما قرا حساب اللي رانا ماشيين الكارثة. نحكيو على الجامعة التونسية لكرة قدم واللي هي قاعدة تخدم توا واللي مكملة تخدم، وصلتنا لمرتبة 70 عالميا. الجامعة هذه احنا توا مادام ولينا في المرتبة هذه في الافريق، وتقدموا علينا المنتخبات الكل، الراس الاخضر والكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا وغانا ومصر والسود افريقيا، وسمي الجزائر المغرب. تحكيش هذوما الجزائر والمغرب ومصر سيطروا بيك على مستوى الترتيب. لهنا باش تلقى روحك حتى في كاس العالم 2030 مضمض من توا من غير ما نستناو، لانه بالحق التدرج نتاع الازمه واضح من كاس العرب بالكاس افريقيا لكاس العالم. المره الجايه ماكش تلقى روحك لا في كاس افريقيا لا في الكاس العالميه، عادي تلقى روحك ماكش ترشح حتى واحد. علاش؟ لانه مش يحطوا معاك منتخبات اقوى منك تو سامبلومون. انت كنت تمشي تسلكها بك الترتيب الاولاني زعما احنا باهين، يحطوا معانا شويه بوتسوانا وناميبيا وكل الفريق اللي ما يعرفوا حتى حد، ونترشحوا ونربحوا الماتشات نتاعنا الكل وجونا باهي وشويه تحكيم ودزه منه من غادي تك نلقى روحك في كاس العالم. تمشي كاس العالم تعمل الفضح وتروح تشد داركم، تخرج تو الفضايح نتاع الملاعبيه ونتاع المسؤولين، وتخرج الفضايح نتاع الاعلام اللي تو قاعد يدافع على المكتب الجامعي. ثم بلاتوات خاصه يوميه خاصه تدافع على المكتب الجامعي، وهذا راهو ضرب للمقدرات التوانسه. ما تحكيليش هذا المنتخب الوطني التونسي الناس تتنفس كوره، ما تنجمش تنحي لي توا انا نتبع كوره ولا لا. التوانسه الكل يتبعوا الكوره، تقريبا 80 90% من التوانسه يقول لك ما نتبعش الكوره، من بعد تلقى روحه اول واحد يتفرج في القهوه على المنتخب الوطني التونسي. ولذا انت توا مسيتني وضريتني، وانت توا حطمت امال الشعب التونسي. لازمك تتحمل مسؤوليه للفساد اللي تعيشوا فيه. دونك لهنا ما لها الا الدوله توا تتدخل، ونستناو في بصيص من الامل لانه تحب ولا كرهت السلطه عندها دور. ونعرف اللي السلطه ولو انه ما تنجمش تتدخل في المنتخب التونسي وخاصه في الجامعه، نعرف هذه الكل هذه كما نقولوا
لي ريغلومونتاسيون نتاع الفيفا ما تنجمش تدخل فيهم، لكن نعرف عنا طرقنا التونسيه البحته باش نخرجوا كالشعره من العجين وتخرجوا من الجامعه وتستقيلوا، ولا نعرف ذلك جيدا جيدا، والطريق واضح، والطريق واضح للناس الكل. لو كان الناس الكل بالحق تقرر باش نبدلوا تو نبدلوا، هما بيدهم يستقيلوا في نهار وليله. لهنا ما ثم حتى واحد منهم شجاع. كان عندي امل الثلث باش يستقيلوا على قليله ويرتحونا ويرتحوا الفرق، كيف الفرق التونسيه، الفرق اللي مساهمه في الكارثه، الفرق اللي هما انتخبوا الجامعه هذه، هم اللي نجموا يسحبوا يعني التفويض هذا. حتى حد ما تحرك تقريبا. شبيبه القيروان تحركت مستقبل سليمان على مصالحهم لانهم طايحين، يقول لك بالكش نمنعوا فقط. توا المشكي وعاود من جديد، عاود تو باش يحضروا لنا سيناريو اخر مرير. حصيلوا ربي قدر الخير وكهو. يا ولادي سيبونا، عفونا يرحم والديكم، ابعدونا، فكوا على سمانه منها. شنو توا كل عام وانتم هكا، كل عام من خيبه لخيبه، واحنا شعبنا تعيس مرضنا مرضونا من جراء التصرفات نتاعكم واستراتيجيه اللي عاملينها اللي هي ما عندها حتى فايده، زيرو استراتيجي. حتى من المدرب الاجنبي هربوا خلاكم، ورسمين ارفيرونار مش باش يكون معانا، لانه ارفيرونار جا خدم بكم ومشى على روحه. والله برافو، تصفيق على رونار، عرف كيفاش يستغل السذاجه نتاعكم. ورا وجه في كاس العالم، جاتو عرض من الامارات ومن جنوب افريقيا، تحقق الهدف. تو باش يمشي يختار كونتراتو مزيان ويخليكم كالعاده باش تعرفوا البهيمه اللي احنا عايشين فيها. وموا جبت انت مدرب ضمن عليه على قليل لسنوات، لا جبت مدرب على زوج ماتشوات. مختار التليلي هو جايبه باش يمنع اولمبيك الكاف. كيفاش الحكايه هذه تصير في جامعه معناها تحترم نفسها وتمثل دوله من الدول؟ كيفاش البارح المدرب الكونغو الديمقراطيه دو سابر اللي كان تعدى قبل في الترجي الرياضي خسر، راهو مش من دوري المجموعات، راهو خسر امام لونجلتير 2-1 بالسيف، وقال لك ما عادش باش ندرب المنتخب، ربما نتخابر ربما لا. شوف الاحترام، فرح مرحله وانتهت بالنسبه له. شوفوا المنتخبات تحترم روحها، المدربين، مدرب الاوروغواي، مدرب هولندا، المدربين اللي عندهم قيمه وقدر، احترموا رواحهم. انسان فشل وحده يستقيل. انتم فشلتوا 3 مرات، مره الاولى والثانيه والثالثه ما كنتش حاشمين. يا اخي انا نحب نعرف وجوهكم شنو فيه، شو المسؤولين هذوما اللي عندنا؟ يا اخي عندكم شنية تعطيكم الجامعه؟ فاش شنو ماخذين منها الجامعه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي واحد دمر كرة القدم التونسية. سلام الله عليكم.